بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في ملعب السير، والنهارده حلقه جديده. حلقتنا النهارده هتكون مختلفه، هنتكلم عن ليفربول. الفتره الاخيره بيقدم مستويات مرعبه جدا. الفتره الاخيره كله كان بيتكلم ان مانشستر سيتي هو الافضل، ومانشستر سيتي هيكون هو الغلبه في المنافسه بالنسبه لبطوله الدوري الانجليزي. ولكن النهارده من ملعب السير احنا بنقول لحضراتكم ان احنا عندنا منظور تاني تماما بالنسبه للمنافسه، ويمكن ده اتكلمنا عليه في بدايه الموسم مع حضراتكم، ان احنا قلنا ان فريق نادي ليفربول عنده وسط ملعب من اقوى خطوط الوسط اللي موجوده بالنسبه لجميع فرق انديه العالم من وجهه نظر الشخصيه. ويمكن هقول لحضراتكم ليه. هو وفريق نادي ريال مدريد الفرقتين الوحيدتين اللي عندهم نص ملعب اعمار صغيره ولاعيبه عندها امكانيات عاليه جدا جدا. يعني لو هنتكلم النهارده على فريق ليفربول وخاصه بعد عوده الاصابات، يمكن ده ظهر بشكل واضح جدا امام فريق من نادي مانشستر سيتي. ان النهارده ليفربول بيتعادل 1-1 امام فريق نادي مانشستر سيتي، وفي غياب النجم العالمي محمد صلاح، حتى شارك في اخر ثلث ساعه ما ابتداش من المباراه. مع نزول محمد صلاح ابتدت خطوره مرعبه وغير طبيعيه في مانشستر سيتي اللي بيهاجم فرق الدوري الانجليزي وبيعمل عليهم ضغط عالي مرعب جدا. النهارده بعد نزول محمد صلاح ابتدى الفريق ان هو يرجع بشكل غريب جدا للخطوط الخلفيه، ويمكن هنا قوه محمد صلاح بتظهر. ويمكن ده اتكلمنا عليه من الموسم السابق. محمد صلاح لما بيبقى معاه خط وسط ملعب قوي بيظهر، لانه عنده سرعه وعنده امكانيات. ويمكن ده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. محمد صلاح احنا عندنا معلومات احصائيه ومعلومات مرعبه جدا، يمكن ما فيش حد في الاعلام بيتكلم عنها. المعلومات اللي هنقولها لحضراتكم دي هتكون معلومات حصريه جدا في ملعب السير. يا ريت بقى حضراتكم معايا تركزوا، لان المعلومات اللي هنقولها دلوقتي هتكون مهمه جدا جدا جدا. محمد صلاح من اعلى اللاعيبه في الدوري الانجليزي معدلات اجاده بالنسبه للتمريرات. محمد صلاح عملنا لكم احصائيه على مدار مبارياته اللي لعبها في الدوري الانجليزي الموسم ده، من 686 تمريره عنده 488 تمريره صحيحه على المرمى. يعني معدلات الاجاده عنده وصلت ل 71%، وده معدل كبير جدا. يعني محمد صلاح يكفي من 10 تمريرات على المرمى ان 7 تمريرات منهم حقيقيه بتهدد مرمى الفريق المنافس. ده معدل كبير جدا، يعني ده معدل خطر جدا بالنسبه للاعب جناح. وفي الثلث الاخير بالنسبه للفريق من اقوى الفرق في الدوري الانجليزي اللي هو فريق نادي ليفربول، اللي بيحتل صداره الدوري الانجليزي مع فريق نادي ارسنال. بعد كده بيجي مانشستر سيتي. علشان كده بنقول المنافسه الجولات اللي جايه في الدوري الانجليزي هتكون ممتعه جدا. دوري المتعه والاثاره والروعه، الدوري الاقوى على العالم. المنافسه هتكون شرسه جدا. المباريات اللي جايه كلها بلا استثناء، الفرق اللي تحت في الجدول الفرق اللي فوق في الجدول، الامور هتكون صعبه جدا على كل المنافسين. نتكلم عن معلومه مهمه جدا 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 بخصوص نجمنا المصري. معدلات اجاده بالنسبه لتصويباته على المرمى، يكفي من 30 تصويبه على المرمى انه يحرز 15 هدف. يعني بنتكلم في معدل كل مباراتين بيحرز هدف في الدوري الانجليزي، وده معدل خطر جدا، سواء بالنسبه لمعدل تمريرات انه بيعمل اسيستات لزمايله ويوصل على المرمى، او معدل خطورته على المرمى في انه يحرز اهداف. ويمكن ده كان واضح بشكل قوي جدا امام فريق نادي مانشستر سيتي بعد نزوله. ويمكن هنشوف مع بعض كده بقى لمستين اللي عملهم لدياز. اللي انا بشوف ان دياز يتحمل مسؤوليه ضياع الدوري، ولكن ان شاء الله مش هيضيع ولا حاجه. ده يخلينا نقول ان فريق نادي ليفربول على عكس كل المتابعين اللي بيقولوا ان مانشستر سيتي هو حظوظه هتكون اوفر في الحصول على بطوله الدوري الانجليزي. يمكن ده احنا قلناه من بدايه الموسم في ملعب السير، ولا زلنا عند راينا ان احنا بنقول ليفربول بقياده محمد صلاح، انا بقول هو المرشح الاول للحصول على بطوله الدوري الانجليزي. كمان ان في عوده اصابات، لو بنتكلم على ارنولد والكانتارا واللاعب كورتيس جونز وديوجو جوتا لو رجع، الامور هتكون صعبه جدا. تخيل ان مانشستر سيتي بدون محمد صلاح ليفربول عمل امامهم مباراه استثنائيه، ان انت امام فريق نادي ليفربول وما تعرفش ان انت تدير المباراه قبل نزول محمد صلاح، وان انت ما تقدرش ان انت تقدر تحقق 3 نقاط من مباراه زي دي. انا شايف ان الامور هتكون خطر جدا جدا على فريق نادي مانشستر سيتي. واول مره انا بقول بيب جوارديولا عنده تهديد قوي جدا ان هو ممكن مانشستر سيتي ما يحصلش على بطوله الدوري الانجليزي اذا استمر بالاسلوب وبالاداء اللي احنا شايفينه. مانشستر سيتي بعد عوده دوكو ودي بروين، يمكن الحقيقه قلنا ان هنشوف مستوى مختلف، ولكن دوكو لسه ما رجعش للفورمه اللي عليها اللي احنا كنا منتظرينها منه. يمكن دي بروين هو اللي داخل المنافسه. هالاند تهديف عنده مش اول فتره الاخيره بالنسبه لبطوله الدوري الانجليزي، فبالتالي فريق مانشستر سيتي محتاج جماعيه اكتر ومحتاج ضغط اقوى على المنافسين، ومحتاج ان هو يلعب بشكل اشرس، لانه الامور هتكون صعبه. على العكس من فريق نادي ليفربول الحقيقه انا شايف ان هو متنوع خططيا ما بين الدفاع وما بين الهجوم. عنده لعيبه وسط ملعب ممتازه جدا، التحول الهجومي عنده ممتاز، في عنده سرعات في الثلث الاخير. داروين نونيز رجع وبيحرز اهداف جميله جدا الفتره الاخيره وبيفاجئنا كلنا. فعلشان كده انا بقول لحضراتكم ان فريق نادي ليفربول بقياده محمد صلاح المنافسه خلاص هتولع ان شاء الله باذن الله. منتظرين مباريات ممتعه جدا، وليفربول هيقدم اداء مقنع وممتع الفتره اللي جايه كلنا هنستمتع بيه. للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا، لكن كان مهم جدا ان احنا نلفت انتباه حضراتكم لاداء فريق نادي ليفربول عكس كل الصيحات اللي بتتكلم على مانشستر سيتي وارسنال. ليفربول فريق متكامل في الوقت الحالي، عنده خط هجوم ممتاز، عنده خط وسط ممتاز، ايضا خط دفاع ولا اروع، عنده احتياطي. بنقول ليفربول عنده عناصر ومقومات الحصول على البطوله، ولكن ارسنال فريق متميز جدا، وايضا مانشستر سيتي، والبطوله هتكون ممتعه جدا ان شاء الله. ملعب السير انتظروا مننا تحليل متميز وحلقات استثنائيه الفتره اللي جايه، وايضا لبطوله دوري ابطال اوروبا. اشكركم جدا، الى اللقاء.